اذكر العدد والأدوات المستخدمة في القلوظة الخارجية. طبعا احنا عندنا في الوظة على المخرطة وفي الوظة يدوية، واحنا في وحدة تشغيل العدد اليدوية. ففي وحدة تشغيل العدد اليدوية نستخدم الألوظة الخارجية اليدوية. مجموعة الألوظ اللي هي الكفة واللؤم، حامل اللؤم أداة تستخدم لتثبيت وتحريك اللؤمة أثناء القطع، مبرد معدني للتنعيم بعد عملية الألوظة، زيت تزييت أو مادة تشحيم تستخدم لتقليل الاحتكاك أثناء عملية القطع وتسهيل الحركة، ملزمة اللي هي المنجلة مثلا أو أي ماسك للشغلة. خطوات العمل: بنثبت قطعة العمل، بنستخدم الملزمة للتثبيت، بنستخدم المبرد للتنظيف والتنعيم، بنثبت كويس اللقمة في الكف بيقولوا عليها البوجي ساعات، ونبدأ عملية القطع. بنضغط بلطف أثناء الدوران في اتجاه عقارب الساعة أو الاتجاه المطلوب حسب الألوظ المطلوب، يمين أو يسار. بنحط زيت التزييت لتسهيل عملية الاحتكاك. بنبدأ في القطع، بنتابع تدوير اللقمة مع الضغط المستمر والتراجع للخلف قليلا بين حين وآخر لتكسير الرايش. تأكد من الألوظ بمقياس الألوظ من التحقق من دقة القطع. بهذه الطريقة يمكنك تنفيذ عملية قطع الألوظ الخارجي يدويا وبدقة وكفاءة. تحياتي مستر محمود.